يا صباح الخير عليكم، يا صباح الشغل بقى، يا صباح النشاط الجامد جدًا، يا صباح الروتينات على الصبح. بُص بقى، الفيديو ده أنا صوّرته بالليل، بس باسجّله لكم بقى الصبح تاني يوم، عشان طبعًا يومها ما قدرتش خالص، يعني ما قدرتش خالص إن أنا أسجّل معاكم في نفس اليوم وأنزّله في نفس اليوم. هتشوفوا بقى أقوى روتين للمطبخ وقلبة المطبخ بقى واستعدادِك كده للشتا، وطبعًا ما تتخضوش بقى من المنظر اللي أنتم شايفينه ده، هتشوفوا طبعًا قبل وبعد. أول حاجة كده سميت الله بقى كده، وأول حاجة طبعًا بابتدي أغيّر بقى إيه الباسكت. أنا بابقى متعصبة أوي لو الباسكت مليان، فلازم كده أفضّي الباسكت بتاعي عشان لو في أي حاجة في إيدي أرميها كده على طول، و واضمن كده إن إيه، لابسة كيس نضيف وكل حاجتي جاهزة. جِبت بقى كيس كده نضيف، وابتديت بقى ألِم كل حاجة ما لهاش لازمة بقى هتترمي، أنضّف يعني كده وأروّق الدنيا قبل ما ابتدي بقى إيه، اليوم بتاعي والروتين بتاعي في المطبخ. طبعًا كده كل ستات البيوت حبايبنا بيبقوا عايزين بقى إيه، يتشجّعوا كده، وساعات بتيجي علينا فترة برضه كسل أو تعب، الأم بيبقى غصب عنّها، بس الحمد لله ربنا بيقوّي وبيعين. الفيديو ده بقى أنا حابّاه أوي، يا رب أنتم كمان تحبّوه، لإن بجد فيه يعني أول مرّة أعمل فيديو كده بالتفصيل معاكم. وتاني حاجة بقى اللي أنا كمان كنت تعبانة وبقى لي كتير ما صوّرتش، فراجعة لكم كده إيه بقوة زي ما بيقولوا. أول حاجة بقى أنا فضّيت الشباك كده زي ما أنتم شايفين، طبعًا أنتم شايفين أنا باحب في الفيديو يعني ما اشرحش أوي اللي أنا باعمله، لإن أكيد أنتم شايفين أنا باعمل إيه، بس باحب أتكلّم معاكم أكتر يعني، باحبكم باحس كده إن أنا ليّا ناسي كده في ضهري بقى وبيشجعوني، وبافرح أوي بتعليقاتكم. فالفيديو ده إن شاء الله يعجبكم، واللي ما اشتركتش معايا تنزل تشترك، وتفعّل بقى زر الجرس عشان يوصل لِك كل جديد، وتحطّي لي لايك جميل كده يفرّحني، آآ ويفرّح يا رب، ربنا يفرّح قلوبكم كلّكم، ونشجّع بعض كده. وبجد تصوير الروتين للي فاتحين قنوات عارفين إن تصوير الروتين صعب جدًا، آآ بالذات يعني بيبقى اليوم دربكة، أنتِ عايزة تخلّصي وفي نفس الوقت تصوّري، وده يعني يومنا، فالحمد لله بقى ربنا بيعين في الآخر. هنا بقى باحب إيه، أول حاجة كده بارتّب دنيتي كده زي ما قُلت لكم، لمّيت بقى يعني أعزكم الله كده الزبالة كلّها، شِلت ال الباسكت كده مليان وطلّعته بقى وحطيت كيس نضيف، وقُمت جاية بقى الناحية اللي أنا هاعمل فيها أرُص فيها بقى المواعين بعد ما نفّضت الشباك طبعًا عشان ما ينزّلش تراب على المواعين. فضّيت المواعين اللي كانت مغسولة، وطبعًا بُصّوا بقى أول مرّة يعني المواعين تبقى كتير كده، لمّا بابقى يعني إيه، بابقى مثلًا بالليل تعبت وسِبتها وصحيت بقى عملت مواعين الغدا مثلًا عليها، وأقول في الآخر هاغسلهم خالص. هو طبعًا ده مش صح يعني، بس بيبقى غصب عني يعني في أيام التعب بس، لكن طبعًا في الطبيعي بابقى بعد الغدا باغسل المواعين، بعد الفطار باغسل المواعين. طبعًا المواعين دي كائن إيه، ما بيخلصش، يعني بُصّوا الكائن الذي يتكاثر، الجماد الذي يتكاثر، فربنا يعيننا بجد والله. بس بتبقى حركة نشاط كده، وتقفي تتنشطي كده وتغسلي المواعين كده وتحركي الدورة الدموية كده وتذكري الله بقى، والدنيا بتخلص معاكِ. فقُلت بقى إيه، كنت مكسلة على المطبخ، عملت الشقة كلّها بس ما صورتهاش معاكم بقى، روتين الشتا وفرش الشتا. بس خلّصت الحمد لله بقى. باحب أختم بالمطبخ، يعني كذا مرّة أقول أبدأ بالمطبخ، باقول لأ، أنا باحب أسيبه كده المطبخ في الآخر عشان أحس كده إن أنا فرشت. ما أنا لو عملت المطبخ في الأول وبعدين رجعت عملت الشقة، المطبخ هيتبهدل، داخلين خارجين بناخد حاجات لتنضيف الشقة مش عارف إيه، فهيتبهدل. فبيبقى اللي هو يوم تنضيف الشقة ده بابقى عاملة أكل بدري، ومنضّفة التنضيفة العادية للمطبخ، بس آخر يوم بقى الفرش بقى باكون سايبة المطبخ خالص زي ما أنتم شايفين كده، عشان هاعمله بقى إيه، من أوله لآخره. فهنا ما أعرفش بقى أنا رُحت خلّصت بقى المواعين وكان فاضل الحلل بس كده أنقّعيها، قُلت أجيب بقى الباور دوّة بتاع البوتاجاز وأرُش كده الحوامل وأرُش كمان البوتاجاز كان متبهدل خالص. آآ فقُلت أسيبه بقى كده شوية عقبال ما أغسل الحوامل ديّة يكون إيه، هو اتضبّط بالرش اللي أنا رشيته له ده، وما ياخدش معايا وقت. اللي ما حطّتليش لايك بقى ولسه متابعاني يا ريت تنزل وتحط لايك، اللايك يعني بيساعدنا إن إحنا نتشاف،
بالذات القنوات الصغيرة، وإن شاء الله هافتح لايف معاكم وهنتكلم في الموضوع ده. يعني القنوات الصغيرة أنا حاسة إنها مظلومة جدًا في اليوتيوب، وربنا كده يا رب يرزقنا كلنا. والله يا جماعة برضه القناة يعني أيوه هي مصدر رزق، وكلنا اللي فاتحة قناة ما ت هتبقى طبعًا يعني مش عايزة أقول بتكدب لو هي قالت إنها مش مصدر رزق، بس بجد بنكتسب حاجة تانية جنب إنها فاتحينها مصدر رزق، إن إحنا بيبقى لنا عيلة تانية. آآ نتكلم معاهم، نحس إن فينا أخوات، نحس إن في تجاوب. يعني إحنا كستات بيوت بقى اللي قاعدة لوحدها بالذات كده زي حالاتي وما بتشوفش حد أو كده، بتبقى بقى عايزة نفسها ناس تكلمها أو تتكلم مع حد، تحس كده إنها ليها عيلة تانية. فبيبقى برضه الموضوع إيه كده يعني، الموضوع كويس. هنا بقى عملت الأكل بسرعة والله وأنا باغسل المطبخ يعني وبارتّب فيه. قُلت أعمل رز وبسلة كده في السريع، برضه عشان جوزي يعني هييجي من الشغل وهو ما لوش دعوة بالتنضيفات بتاعتي دي خالص. لازم ييجي يلاقي طبعًا الغدا جاهز. فطبعًا آآ سِت البيت والله بتتعب جدًا يا جماعة، ووظيفة مهمة زي أي وظيفة، زي السِت اللي بتشتغل، وبرضه السِت اللي بتشتغل بتبقى عندها التعب أكتر، لإن بتشتغل الصبح وترجع تاني على البيت ومذاكرة ولادها وشغل البيت. فالله يعيننا كلنا يا رب، وندعي كده لإخواتنا في فلسطين ربنا يا رب ينصرهم ويقويهم على اللي هم فيه. بجد يعني النصر من عند ربنا، وربنا يعينهم يا رب، يا رب النصر ليهم يا رب، ويعينهم ويقويهم. مش معنى ان احنا عايشين حياتنا عادي ناسينهم، بجد والله احنا قلوبنا معاهم. وربنا يعينهم ويعين كل أم على فقد ابنها، حاجة صعبة جدا. أنا مش عايزة أنكد عليكم في الفيديو، بس ده فعلا واقع وعايشينه. وربنا يا رب يعينهم وينصرهم يا رب. ندعي كده دعوة حلوة من قلبنا ليهم، وربنا معاهم إن شاء الله. هنا بعد ما رتّبت فوق بقى خالص، يعني أهم حاجة في شغلِك تكوني منظمة جدًا وأنتِ بتعملي حاجتِك. عملت بقى اللي فوق الرخام، وغسلت خلاص المواعين، وضمنت كده إن البوتاجاز بتاعي نضف. أبتدي بقى إيه أشيل حاجتي كده، وأبتدي أكنس الأرض قبل ما أدلق مَيّة، لإن لو دلقت مَيّة والفتافيت دي على الأرض بقى، والحاجات اللي هي الكنس دي على الأرض، هتبهدل لِك الدنيا ومش هتعرفي تلمّي المَيّة، وهتبقى فيها حاجات بقى، ودي بتضايق أوي في المسح. وابتديت كده أنقّل كل حاجة كده برّه المطبخ، أفضّي المطبخ خالص يعني، قبل بقى ما أصبّن وأدلق مَيّة وكده. آآ فباقول لكم الفيديو ده أنا تعبت فيه جدًا، والله العظيم مخلّصة متأخّر. تنضيف وتضبيط فيه، بس الحمد لله النتيجة كانت مُجزية، وهتشوفوها معايا في آخر الفيديو. فيا ريت القنوات الصغيرة بجد والله كلنا نسمع بعض فعلًا، بالاقي تعليقات كده، ويا ريت نسمع بعض ونشجع بعض عشان نكبر كلنا. أنا عن نفسي والله يعني لمّا بالاقي بابقى حاسة أوي باللي هي فاتحة قناة وعايزة تتشاف، وفعلًا لو هي محتواها كويس، واللي هي كمان يعني فعلًا حاجات في الفيديو بتاعها مفيد ومحتوى لائق فعلًا، باشجعها وباخش أسمعها. فيا ريت والله كلنا نقف جنب بعض فعلًا ونسمع بعض ونشجع بعض، عشان بجد يعني في عز الزحمة اللي إحنا فيها دي، طبعًا اللي فاتحين القنوات هيحسوا بيّا. في عز الزحمة اللي إحنا فيها دي بتحسي إن خلاص يعني بتفقدي الأمل وبتفقدي كل حاجة. أنا نفسي كنت بابقى يعني كتير ما باصوّرش بسبب كده، إني يئست، يعني جالي فترة ويئست. بس بارجع أقول لأ، وطالما بدأت حاجة هاكمّلها، وإن شاء الله يمكن في يوم ربنا يقوينا ونتشاف. يعني إن شاء الله كده ادعوا لنا دعوة حلوة كده، وادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم كده، أنتم اخواتي. واسمع يا ريت تعليق حلو منكم، بيفرق معايا جدًا. وباشكر كل حد بيتابعني، وباشكر كل حد بيسمعني، وباشكر كل حد بيحط لي لايك، لإنه بيبقى مقدّر أوي، يعني باحس إن هو مقدّر تعبي ومقدّر كده يعني إن أنا باصوّر علشانكم. أنا باتكلّم عن الناس اللي بتحب تتابع. بس باشكركم كلّكم بجد. النهارده بقى في التنضيفة دي الstand اللي واقف عندكم ده عيّرني أوي، 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 تعبني، ما أعرفش في حاجة أنا مش عارفة أضبطها. فبقيت بقى أصوّر حبّة بإيدي، وحبّة أحط الstand، وحبّة أشغّل الlight كده. ف فبجد والله تعبت جدًا، جدًا في الفيديو ده.
وبُص وبدأت بقى أشطف الحيطان كده، باحب أشطفها بالفوطة، قُلت عشان ما أبهدلش الدنيا مَيّة أوي وكده خلاص بقى. كنت كمان عملت الطرقة دي معاها، صبّنت الحيطان كلّها والبيبان، الأوض، لإن بيبان الأوض كلّها عندي في الطرقة دي. جبت لكم كده الشكل النهائي بعد ما شفتوا التعب بقى والتصبين ودلق المَيّة، والحمد لله كده كل حاجة خلصت. ودي نتيجة بعد تعب اليوم كلّه، طبعًا أنا مقصّرة الفيديو جامد يعني. نتيجة اليوم كلّه كان في المطبخ، خَد منّي ساعتين بس الحمد لله كانوا ساعتين، ساعتين يعني. وكده وصلنا لآخر الفيديو، واللي حابب يشوف روتينات تانية يقول لي برضه في التعليقات. وكده باقول لكم بقى كده الرز كمان استوى أهو. وأحسن حاجة كده إن أنتِ تكوني نشيطة وتخلّصي كل حاجتِك مع بعضها، وتقعدي بقى ترتاحي في الآخر. وأشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.